ولكن كيظهر حتى المستوى ديال الرجاء كفريق مستقبل ماشي هو هذاك بالفعل، لانه المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، يعني الرجاء كبار منه، كبيره عليه. من خلال المستوى ديال المباراه الاولى رغم انتصار ضد الفتح الرباطي في الدوره الاولى بهدفين لصفر، ولكن امام الجيش الملكي نقدروا لكل نعطيو لكل ذي حق حقه. هو جا في واحد ليبوك اللي الرجاء كانت العام اللي داز كانت في واحد الحاله ماشي هي هذيك، جا قاد الامور شويه سكيفي. هاد الرجاء دابا حاليا فاش تلعب واحد الميليو تيران اللي هو افريكان اللي تيلعب قدام لا ديفونس، يعني حرام هذاك يلبس مع الرجاء. زيد كاين لاك سونترال شويه، انا قلتها وساكررها، راه بانون ماشي هو ذاك بانون اللي كابيتان ديكيب، هو ديسيبلينمون كرويين كوايري، ما عندي ما نقول على بانون. اي بانون باقي ما شد ديك لا فورم ديالو القويه اللي ترجعوا ليكيب ناسيونال، اللي اكثر نضج اكثر نضج. سكيفي كاينين دي بروبليم. انا شفت الرجاء كونتر لي فار فيزيكمون منهارين، فيزيكمون الناس مساليه، يعني على الاقل انا امون افي واش في زمن الشركه راه ما خصوش يكون لاعبين اللي جاوا من المنتخب المحلي كان عندهم على الاقل واحد القسط ديال الراحه. لا خذوا على الاقل يشدوا واحد القسط ديال الراحه. واحد التصحيح السي عبد العزيز المالك، هو استاذ اسماعيل ابو السل الموسم الماضي الوقت اللي جا لسعد الشابي كقاد الاداره التقنيه ديال فريق الرجاء كان غير ملزم بالمنافسه على اللقب ديال البطوله، كذلك كان بعيد على الفريق نهضه بركان، كذلك ما كانش عندهم منافسات خارجيه، وبالتالي لسعد الشابي عمل بواحد الراحه وباريحيه ديالو. هذا الموسم كاينه مطالبه، كاين استعدادات بدات في الموسم مبكر، كاين لاعبين اللي جلبوا من الفريق، اذا انطلق بصفه مبكره، ولكن الجماهير قاعده جماهيريه كبيره كتطالب بالنتائج وكتطالب من اجل المنافسه على الالقاب. والشركه فاش دابا حاليا الشركه كاين الفلوس، كاين هذه اسمح لي ما بقاش التحليه. انا مونافي حاليا دابا يزيدوه واحد الماتش، يزيدوه ماتش واحد، هادشي اللي داير. اذا 5 ديال الانديه، السي عبد الملك العزيز، السي عبد الرحيم، مستمعاتنا ومستمعين الكرام، 5 ديال الانديه ذاقوا طعم ديال الفوز، اللي هو النهضه البركانيه بجوج ديال الانتصارات، الجيش الملكي، الرجاء، الوداد، والمغرب الفاسي. وكاين انديه اللي مازال اتحاد طنجه بجوج ديال التعادلات، الكوكب المراكشي بهزيمتين. واش نقولوا على ان رشيد الطوسي غير محظوظ؟ رشيد الطوسي كيجي كيلقى المقابله الاولى مع 11 بطاقه صفراء وخمسه الحالات ديال الطرد. واش هذه النتيجه منصفه؟ الرجاء تستقبل الجيش الملكي في واحد الكلاسيكو، اولا الكلاسيكو كيجي في الجوله الثانيه شويه باقي ما هو في الجوله الثانيه خاص على الاقل تضرب واحد 6 الماتشات ولا 7 عادك ندير هذا الكلاسيكو. وانا شي هذه المقابله هذه والله لا ما كانش القرعه ديريجي، هذه كانت قرعه. انا كنت نتمنى هذه المقابله اللي دازت بين الرجاء والجيش كنت نتمنى نتصنت لها في الميديا ما نشوفهاش، حيت اللي شفتها غادي نضرع عينيا غادي ندير ما عطاتش داكشي اللي خاصو، ما عطاتش هذاك الشيء اللي بغينا، وبالاخطاء ديالها زاد كملت عليها. كيفي هذه مقابله فيها صفر ليميتلي. الرجاء فريق كبير، الجيش الزعيم فريق كبير، كنا نعطيه واحد القيمه ديالو في التحكيم، كنا نعطيه واحد القيمه ديالو في الاسلوب. انا عجبني الجمهور ديال الجيش لا ديال الرجاء، بالحضور والملعب زوين، بالثقافه الرياضيه اللي داز، ولكن منتوج ماشي بحال قلتي طاجين مصاوب مقاد معاود اشخاص سهله ملحه. ايوا ما يمكن شيء. لا الا كنت محيد الملحه انت عندك شي مرض ما كاين مشكل، ولكن لا الملحه الحلاوه هي يكون داك الشيء السر دابا هذه النتيجه. ارانا النتيجه الاخرى بواحد السرعه. تلعبت المقابله في الليل في الصباح، توقيف محسن السوردي حكم ديال المقابله، مقابلتين والحكم ديال المساعد ديال الفيديو، ثلاثه المقابلات، 0 ليميتلي و3-2 في التوقيفات. تسحروا راه مع السحور تخرج القرار، مع السحور كانوا دابا راه سهروا
راه سهروا بالتليفونات. ودابا دابا شكون اللي كان رئيسي؟ واش هو داك باسلام ديال الفار هو اللي كان اللي خدا 3 ديال المباريات؟ الحكم مساعد. حكم مساعد داروا. حكم مساعد راه مع بوسليم، ولكن بوسليم ما راه حكم البارح ما عطاوش حتى حاجه. مسلم كان في الفار ولكن ما. لا، محسن السوردي 2 ديال المباريات. اولا قبل ما نهضروا على هاد القرارات، واش تشهير بالحكام ونشر الخبر ديال هاد العقوبات في مصلحة الحكم ولا ضد ولا ماشي في مصلحته؟ شوف، واش في مصلحة كرة القدم كاع؟ لا ما خاصهاش. انا مون نافي احترام المدرب، احترام اللاعب، احترام الحكم. يعني تيخرج تيسالي المقابله ويشوف وما تعينوش وشوف ويجيب الديليغي اللي شاف الماتش، يجيب التقرير ديال الديليغي. لا، هما اعتمدوا هذا الشيء كله، غادي يكونوا اعتمدوا. شوف، وفي الاخر دوز واحد على الاقل واحد 2 سيمانات هذا يتم. لا، هو شوف، القرارات يتنشروا ولا ما يتنشروش هذا فيه شك، لان مثلا محسن السوردي غادي يتوقف 2 المقابلات، اعلنوا عليها. 2 ديال الفراقي من بعد 2 المقابلات في الدوره الثالثه ولا الرابعه غادي تعين محسن السوردي. غادي يقولوا لهم يصيفطوا لهم يقولوا ما بغيناش هذا الحكم. يقول لك انا هذا يلاه خارج من العقوبه وصيفطوا لي. هذا ضعيف. حتى الا تاكل شي حاجه غيبقاو شاكين فيه. انا السؤال اللي بغيت نعطيه السي ابو السهل، علاش هاد الحكم هذا ما كانش في هاد الحكام اللي كانوا قبل؟ يلا علاش؟ على كان الحريشي كان جيد، كان سميتو بوشعيب الحرش كان في اللجنه المركزيه العشيري. علاش هادو في عهدهم كانوا تا هما تيديروا اخطاء وما كانش هادشي، ويرجعوا على العاده القديمه. دابا ولا الفار ما كانش الفار. دابا راه الفار وي الفار هو دابا راه تيساعدهم. هما لنا الحاجه وحده اللي بغيت تكون عند هاد الحكام، هي تكون عندهم شخصيه ديال الرؤيه ديالهم. انا صفرت على ضربه جزاء، شفت حيت صفرتي عليها، وفاش يوريو لك الاشياء اللي في التلفزيون ويشوف لك الاماكن منين هذه كيطلعوا كاع دوك الزوايا اللي عيط لك مول الفار قال لك الا ما بغاش يمشي ما يمشيش. ماشي شوف، ماشي تعطيك الا ما بغاش يمشي راه هو الباترون الحكم ديال الوسط. ماشي انت كحكم راه عطيتي القيمه دابا لهذاك مول الفار ومشيتي حيدتي الشخصيه ديالك انت كحكم. بكري راه ما كان لا فار لا والو، ولا راش الله يرحمه فاش يصفر ولا باح الله يرحمه، ولا جيد الله يذكره بخير السويدي. السويدي راه واحد وراه من حقوق. لا سي العزيز، نتكلموا على التحكيم استاذ سي محمد ابو السن، نتكلموا على التوقيفات اللي جات بواحد السرعه قياسيه مباشره. السرعه قياسيه انا كنقول انا كيفاش شافوا في الليل بالفعل تحركوا التليفونات. لا هذه اول استاذ في الماتش تحركوا التليفونات منهم انا تنقول منهم حتى الجيش ظلموا اللي فرض خرجوا بلاغ، غادي يخرجوا بلاغ وغادي يهضروا مع لا ولكن هذا الشيء كله ما كاينش مشكل ناخذوا بعين الاعتبار، لان هذو مؤسسات كلهم. كاين مقابله ديال اتحاد طنجة مع حسنيه اكادير، توقيف امين المعطاوي لمباراه واحده. علاش هذاك في هذاك المقابله ما صبحناش خبر عاجل ويوقفوه في ذاك الماتش؟ علاش؟ يلا هذا راه سؤال. احتاج الكلاسيكو دابا، احتاج الكلاسيكو هذاك وتوقيف الحكم المساعد في هذيك المباراه، وتوقيف الحكم المساعد ديال الفيديو حتى هو جمال بالبصري مقابلتين. شوف علاش ديما الحكم ديال الفار كنعطيوه اكثر من كنعطيوه التوقيف تيكون العقوبه اكثر من علاش اكثر؟ هو مول المشكل هو مول المشكل صافي. فاش حيت هذاك حكم جالس مريح مع راسو وكيشوف على خاطرو وكيديروا. مع ذلك راه شوف، الا ما بغاش يرجع الحكم ديال الوسط للفار ما يرجعش. وهذا موضوع اللي غادي ناخذوه ان شاء الله. غادي يكون معنا السي احمد القنديشي هنا الفار كحكم وغادي نستافدوا منه. نعم، الشيء الفار خاصو يكون نوتر. هذاك الشيء اللي بان لي في التلفزيون يقول